ده الفيو لما يدخل. ورايا بالظبط في الشماعة على هدومي، حاجة على الشمال على طول عندنا سرير اختي ده ملناش دعوة بيه، وهنا المكتب وهنا عندي بتاع دي بشرب فيها مية. اهم حاجة انا دايما بنسى املاها يعني، بس ان شاء الله افتكر. وهنا عندنا الكيس دي مش عارفة اسمها ايه بالظبط، بس دي بحط فيها بقى الاقلام والحاجات دي. اول حاجة هنا عندنا هايلايترز، وبعدين عندي ستيكر وبراية حاجات كده يعني. وبعدين هنا الاقلام الجاف انا حطهم بالترتيب، بس هو البتاع مش بيكفي كده يعني، مش عارفه ما حسبتهاش ليه لما جيت اشتري، بس هما بحطهم بقى يعني كده مايلين شويه عشان يكفوا. وهنا عندي الوان في المصر وعاملاهم بالالوان، حطوا دي تحتيها بقى حاجات. من فوق بقى عندي حتى الاقلام اللي انا بستخدمها غالبا. وهنا هايلايترز دي برضو بستخدمهم اغلب حاجه يعني. وهنا عندي هايلايترز اللي هما ملونين كده احطهم هنا، دي المفروض بتاعت الميك اب اصلا. وعندي هنا ستيكي نوتس وماجنتس بتاعت السبورة الصراحة انا مخزناها، بس يعني حطهم هنا وخلاص عشان مش لاقيه مكان. تاني حاجة عندنا هنا تو دو ليست والويكلي بلانر، انا هحطهم هنا عشان افتكر ان انا استخدمهم. وهنا عندنا اللابتوب على الستاند دي، احنا جايبينها من ايكيا بس كده من زمان قوي يعني. هنا عندي الاباجورة هنا في واحدة صاحبتي عاملاها يعني. هنا عندي الشمعة لا قربت تخلص، وانا في واحدة تحت استخدمها، تجيب واحدة كبيرة بس احنا نعزل لون الصراحة مش عايزة اللي هو امن البيت وكده. هنا عندي باسكت صغير كده لونه نفسجي لايق مع يعني مع الاباجور وكده. تاني حاجة الدولاب الصغير ده، او هو حاجة زي كده بحط فيها كل حاجتي، مش عارفة الصراحة اسمه ايه بالظبط، بس هو كان بيس من اللي هو السرير بتاعنا كان دورين، فده كان حتة منه. بعدين احنا دلوقتي احنا سرير كده عادية فمش يعني مش بنستخدمه. هنا اول حته هنا فيها هدايا. وهنا عندي الساعه، وانا محتاجه اشحنها بلا بطاريه جديده يعني، بس لغايه كده سايباها. هنا عندي بتاع دي كنت جايباها من سبيس، كانت مع اجنده 2020 حاجه زي كده. وهنا عندي البرفيومز بتاعتي. ونبدا بقى ايه، اول حاجه نفتح الدولاب ده خالص. عندي حاجات الارت سبلايز بقى وكده. هنا عندي الوان وستيكرز وحاجات كده. وهنا عندي جليتر. وهنا عندي اللي هي اللزق اللي شكله حلو ده مش عارفه اسمه ايه بالظبط. هنا عندي طباشير. هنا في جلو، مقص وفرشة وفستان. هنا شوية ستيكرز كمان تانيين. وهنا عندي الحاجات اللي برسم بيها يعني، هي ارت سبلايز بس دي حاجات الرسم عامة يعني، فيها الالوان اللي هي الخشب، وفيها البتاع اللي انا برسم عليها وكده والورق اهو. هنا عندي السكتش برضو، وجوه في دراع اللي هو ستيشن. هنا عندي شربات يعني حاجه فيري انترستنج، ومن جوه حاطه الهدايا. طبعا بتلخبط قوي عشان احنا هنعزل، وانا الصراحه اصلا الحاجات دي هشيلها النهارده او ممكن بكره، فعشان كده قلت اعمل الفيديو ده يعني. وهنا عندي النوت بوكس، ده الجورنال بتاعتي واجنده وحاجات زي كده يعني. هنا عندي الصغيرين. هنا عندي راندوم. وهنا دي جايباها من رحله كده في وادي الريان يعني، حلو قوي. وعندي المايك اللي انا عمري ما بستخدمه، مش عارفه كنت جايباه ليه اصلا. هنا بقى على الارض جنب البتاع في كتب ماث وعربي، السنه اللي فاتت المفروض ماما سايباها لي عشان يعني اعمل فيها براكتس، بس انا الصراحه ما بداتش فيها حاجه ومش عايزه ابدا فيها حاجه. طبعا بقى عندنا الحته التانية من البتاع ده، وهي الحته دي كده الرف ده فيه بقى الاكسسوارز اللي انا بلبسها غالبا يعني. وهنا في رمضان كريم انا حاطين عشان لايقه ازرق وازرق يعني. وهنا تاني رف في الحصاله بتاعتي، الفرشه وتاكل اللي هي بناكل بيها النودلز دي، ورموز التكييف. هنا عندي بقى الحاجات بتاعت البريسز ونسكافيه ومارشميلو يعني الطبقات دي بتاعت الاكل. هنا بقى عندي دي حاجات سكين كير، دي اللي انا باخدها معايا عامه، دي فيها حاجات اللي انا بستخدمها عامه. هي تقع يعني عشان الحته دي انا اللي مركباها يعني، بس هي حلوه يعني عشان انا بقيت اللي هو مش كل مره اقعد احط الحاجات مش عارفه ايه، كل ما اروح عند قريبات عندهم اشيل واحط في الحاجات، فقلت اخليها في البتاعه دي واخد دي على طول يعني، بقيت اخدها كتير. وهنا عندي الاكسسوارز اللي انا مش بلبسها غالبا. وهنا في مونيكير واستون وحاجات كده غريبه. طيب بقى حاجه عندنا السرير هو لونه لبن. هنا عندي بقى حاطه الخمار هنا، ودي انا مش هتغطى بيها غالبا بس يعني انا هحطها هنا وخلاص. هنا مخده ودبدوب. هنا في تباديل من ورا والشاحن بقى وكل الحاجات دي. هنا عندي اباجوره صغيره. وعندنا هنا نايت ستاند. عندي هنا روايه قراتها 100,000 و700,000 مره وبقراها تاني برضو، هي حلوه قوي. وهنا عندي دي برضو كنت جايباها من ايكيا وحاطه فيها السلاسل عشان السلاسل متعقدش يعني. وهنا عندي مناديل. واحلى حاجه بقى في الاوضه كلها الفيري لايتس.
هنا عندي الحاجات اللي انا معلقاها دي من بنترست طبعا. هنا كنت ده ثيم، كنت حتى المفروض يبقى فيه مثلا هنا برتقاني ولبن حاجه كده، بس في الاخر حطيتهم مع بعض عشان طلعوا قليلين. وهنا عندي بقى بيربل، هنا عندي البني. فيري لايت الصبح تحسيها كده ايه، اي حد معلق اي حاجه يعني، بس بالليل بتبان يعني. هي كمان انا اصلا كنت معلقاها اللي هو ملزقاها في الحيطه كده، حتى هي اللزق ده لسه موجود، بس شلتها عشان الهوا. بقينا في الصيف بقى، فبفتح الشباك بقى ومش عارفه ايه، بقى يطيروا بقى ويقعوا ومش عارفه ايه وخروط، وانا مش حاطه 100 لزاق يعني، فقلت اخليهم كده وخلاص وابقى اشيلهم برضه. هي نازله كده. وهنا عندي بقى ده الدولاب ده نصه بتاع اختي ونصه بتاعي. هدوم البيت بيجامات، وهنا هدوم الخروج، وهنا هدوم البيت برضه. هنا برضه اللي هي البنطلونات اللي هي كده، وهنا القميص، وهنا الشماعة، واللي انا عمري ما بلبس منها اي حاجه الحمد لله. والباقي بقى بتاع اختي. لسه شايله هدوم الشتوي وحاطه الصيف يعني كده، وانا عملتها فيديو يعني لاخر واحد نزلته. وده كان فيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.